ايه يا جماعة، يوم الخميس ده أطول يوم بالنسبة لي. يوم الخميس لأن أول ما بصحى لحد ما بنام بحس إن أنا مهلكة وتعبانة، وحاسة إن أنا فاكرة إن أنا ما شمتش نفسي في اليوم ده. أنا مش عارفة أنا بس كده ولا انتوا، يعني حد معايا نفس الفكرة إن انت أول ما بتصحي من الصبح. طبعا يوم الخميس لأن صباح الجمعة بيبقى فيه أجازة لأبو العيال والعيال المأجزين من المدرسة. فبتفكري تعملي غدا وتصحي تروقي اللي وراكي، إن كان وراكي غسيل تطبقيه وتنشريه وتنشريه وتغسليه طبعا، فيعني مراحل متعددة. بعد كده تدخلي المطبخ ما تطلعيش منه غير لما تخلصي الأكل. ده كمان لو البيت عايز ترويقة جامدة بقى ان انتي تشتريه كله جزري عشان يوم الجمعة يبقى نضيف كده وهادي ورايق وتقعدي كده وانتي مش وراكي حاجة. انا بقى يعني انا بعمل كل ده ولحد ما بخلص اجي اخر النهار الاقي الدنيا كأني ما عملتش حاجة. فده اللي انا بستغرب له، يعني انا مش عارفه، انا بس اللي انا بخلص وعبلت بالليل كده لان انا ما عملتش اي حاجه. البيت زي ما هو بقى، رجعت زباله زي ما هي، اللعب في كل حته، الدنيا متبهدله. يا ربنا يبارك فيهم يعني. سبحان الله والله ساعات هما بيساعدوني، يعني ربنا يبارك فيهم. بيقوموا ماما خلاص احنا هنساعدك، مش هنعمل كده تاني، مش هنوسخ مكاننا، هنوضب وكل حاجة على قد ما بيقدروا. ساعات بيعملوا اللي عليهم، لكن هما في الأول في الآخر أطفال يعني. ممكن ينسوا، ممكن يسوها عليهم. فلا يعني مش بيعملوا بكفاءة طبعا كالأم أو صاحبة المكان. بتبقى عايزاه زي ما هي كانت مرتباه من الأول يبقى تمام زي الفل. المهم يا بنات انا مش هطول عليكم. صحيت من نومي كده كان عندي شويه نشاط. قمت مسكت البيت زي ما انتم شايفين كده، دخلت على البلكون الاول عشان انشر الغسيل على نظافه. كنستها ومسحتها نشفتها وبعد كده ايه قلت انشر عليها. تمام عشان لما اجي انشر ما يبقاش فيه ترابه ولا اي حاجه تيجي على الغسيل. وبعد كده برضو لقيت الصاله، رحت مسحتها ونشفتها وخليته زي ما الفل زي ما انتم شايفينه. مسكت الازاز غسلته. وبالنسبه للازاز فعليا جوزي بيقول لي انا اول مره اشوف حد بيغسل الازاز بالميه. هو يفكر ان انت كنا زمان بيعملوا بورق الجرايد كده ويبلوه او يرش عليه ميه يعني، ويمسحوا بيه الازاز وبعد كده يجيب ورق الجرايد ناشف وينشفه. هو كان بالنسبه لهم ده التنظيف بتاع زمان. ما شافوش ده لا حكايه ان انت تغسليه بالليفه ولا الصابون والكلام ده. بس انا بصراحة برتاح نفسيا لما بغسله كده، بحس ان الازاز بيلمع. هو انا الضلفة الوحيدة اصلا اللي في البلكونة عندي دي، لان انا الضلفة التانية شايلاها عشان عاملاها سلك عشان الهواء والصيف وكده. ان شاء الله الضلفة التانية كده اول ما يدخل علينا الصيف نشيلها. بس انا برغي كتير معاكم، بس انا بحب افضفض معاكم كتير، يعني انتوا بتوحشوني وليا كتير ما بنزلش معاكم روتين كتير يعني. المهم بقى ايه، بعد ما خلصنا الصلاة وروقنا عليها قلت لحد ما تنشف انشر شوية الغسيل اللي كان عندي كده، شوية فوط على فلينات، قلت انشرهم زي ما انتوا شايفين كده. انا بنشر داخل البلكونة، ما بنشرش من بره، عشان لو انتوا متابعيني من الاول وسامعين الفيديوهات بتاعتي انا ما بنشرش من الاول عشان محدش ينشر عليا او ينزل عليا ميه، او انا ما كنتش موجوده مثلا وحد بيخبط وانا ما كنتش موجوده ينشروا على الغسيل يضطر ان هو يتوسخ، لان احنا فوقينا عمال يعني فاهميني. بس فانا اضطريت يعني ان انا اعمل حبال في البلكونه وانشر في البلكونه. بصراحه حلوه جدا ومريحه، وبتدخل فيها الشمس جدا برضو الصبح، يعني معايا من الصبح من الساعه 10 لحد الساعه 12 بيبقى فيه شمس الحمد لله يعني. بس كده يا بنات، بعد ما الدنيا نشفت زي ما انتوا شايفين كده دخلت، فرشت الصاله، فرشت السجاد. يا لهوي على ريحه النظافه، حاجه كده بص ترد الروح، حاجه كده يعني انا نفسي اعيش في الاحساس بتاع النظافه ده اليوم كله. بس كده انا روتيني خلص يا جماعه، اشوفكم على خير وفي امان الله، وما تنسوش لايك واشتراك للصفحه، وشكرا لكل اللي انضم للصفحه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نسيت اقول لكم ان هنا ابني كان بيصلي معايا، بعد ما انا صليت حب يقلدني. سلام.